ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض شوية قرص كده بالسكر والقرفة، حاجة كده فظيعة. طعمها حكاية وريحتها هتجيب اخر الشارع. حلوة قوي قوي. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقة سهلة قوي وبسيطة، حلوة قوي في الفطار، بتنفع بقى مع كوباية شاي الصبح. عايزة اقول لكم لا غنى عنها في البيت. يلا نشوف عملناها ازاي بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة. اول حاجة انا عندي حوالي تقريبا 3 كوبايات دقيق، معلقة خميرة كبيرة، معلقتين سكر كبار، رشة ملح كده صغيرة، عندي نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. نبدأ بقى نضيف عندي تقريبا حوالي نص كوباية زيت، بنضيف كله على بعضه كده. عندي بقى معلقة خل كبيرة، عندي كوباية لبن دافية. ونبدأ بقى نضيف كل المكونات كده على بعض ونبدأ نعجن كده. أنا بنزل اللبن حبة حبة كده. أنا تقريبا استخدمت من حوالي 3 كوبايات دقيق ل 3 كوبايات ونص كده، أقل من نص كمان، ممكن 3 كوبايات وربع دقيق، لحد ما العجينة بقت خفيفة قوي كده وخدمناها حلوة قوي. ونسيب بقى العجينة لحد ما تخمر كويس جدا. انا هسيبها تقريبا حوالي ساعة. عندي بقى معلقة سكر كبيرة، عندي ربع كوباية مية صغيرة. نبدأ نقلب بقى السكر كده مع المية. عندي بقى سمسم حوالي 3 4 معالق سمسم كبار. عندي بقى معلقتين سكر كبار ومعلقة قرفة. ونبدأ نضيف عليهم كمان معلقة كبيرة دقيق. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، ودي هتبقى الحشوة بتاعت المخبوزات بتاعتي، القرص بتاعتي من جوه. اللي طبعا ما بيحبش القرفة ممكن نستغنى عن القرفة وتبقى حشوتها سكر بس، ما فيش اي مشكلة. انا بقى العجينة بتاعتي خلاص اختمرت معايا كويس جدا. هنبدأ بقى نلمها ونبدأ بقى نشكلها كور على حسب الحجم اللي انتوا يعني المناسب بالنسبة لكم. انا عملت تقريبا معايا حوالي 21 مثلا كورة. بصوا انا بالنسبة لي المقاس ده كويس قوي، حابين تكبروه ما فيش مشكلة، حابين تصغروه شوية برضو ما فيش مشكلة. ونبدأ بقى نشكل العجينة بتاعتنا كلها كده. عملت تقريبا 21. هبدأ افرد اول واحدة كده. عايزة اقول لكم سهلة قوي، والعجينة خفيفة قوي معايا وبسيطة وفظيعة بجد. احط بقى حوالي تقريبا معلقة صغيرة كده سكر بالقرفة، ونبدأ نقفلها كده من جوه من ورا. نبدأ نفردها. عندي بقى المية بالسكر بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، هحط لها المية بالسكر، وبعد كده نروح حاطينها في السمسم. مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم فظيعه، حلوه قوي 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 وهتعجبكم وطعمها فظيع. ونبدا بقى نعمل كل القرص بتاعتي بنفس الشكل كده. سهل قوي. هبدا افردها. نبدا نضيف بقى معلقه سكر كده بالقرفه ونلمها من كل الجوانب زي ما انتم ما شايفين كده. ونبدا نفردها تاني ونضيف نحط لها الميه بالسكر، نحطها في الميه بالسكر، ونبدا نحطها في السمسم. ومفيش اسهل من كده. انا هعمل بقى الكميه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه زي ما انتم ما شايفين، نفس الشكل ده كده. انا بعد بقى ما بعمل القرص بتاعتي كلها هسيبها ترتاح تقريبا لمدة ساعة قبل ما ادخلها الفرن. قبل ما ادخلها الفرن تقريبا بحوالي 10 دقايق بشغل الفرن على درجة حرارة 180. سيبها في الفرن تقريبا 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي، على حسب طبعا الفرن بتاعكم. وده بقى كان الشكل النهائي بتاعها. يا رب تجربوا الوصفة. مستنية طبعا رأيكم ومستنية كومنتاتكم. وعايزة اقول لكم فظيعة في الفطار مع الشاي بلبن بقى، مع كوباية شاي، حاجة كده خطيرة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مستنية رأيكم ومستنية كومنتاتكم، وإن شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.